السلام عليكم الاحباب، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبخير عليكم. كبيره لكامل المتتبعين من عند خوهم داحم نص. الوصفه تاع اليوم راح تكون هايده، على بالي راها البروده تحتاج وصفه تاع السوفلي سخونين تقدروا ديريهم كمشروع الناس اللي يخدموا في لي بيتزيريا، يعني السوفلي تاع الصونغ. بالنسبه للحشو تاع اليوم راح يكون مختلف، راح نديروا صوص بلونش 3 فرomاج فيونداشي. البن نقول لك راح يجي بنين، نزيد شويه اللي نقسم لكم هنا السوفلي على زوج هكذا الحباب، وتشوفوا لي لافارس لداخل كيفاش تجيب بالفيون داشي 3 فروماج وهذيك لاصوص تتسايل. قد ما نقول لك راح يجي بنين وخفيف وفارغ لداخل. شوف فاش يجي ما شاء الله. تقدروا تفتحوه تزيدوا له شويه الفريت الناس اللي يحبوا الفريت. شوفوا الفرامج لداخل كيفاش يجوا معسلين بالفيون داشي بنه بزاف. هاي على بركه الله. كيما راكم تشوفوا الحباب هنا اول حاجه نجو نتعرفوا على المقادير تاع لاباط. تبعوا معايا مليح. للكميه تاع الفرينه قلنا راح نديروا نص رطل 250 غرام فرينه. اللي يحب يذوب لي المقادير له الاختيار. نحتاجوا ملعقه تاع السكر اللي فيها 10 غرامات، ملعقه تاع خميره الخبز اللي فيها حوالي 5 غرامات، مع 5 غرامات تاع الملح. راح نضيف لهم زوج ملاعق تاع الزيت 20 مليلتر ولا 20 غرام. عندنا 120 مليلتر تاع الماء هاوليك وين راهو واصل. طموا بالحليب عادي في بلاد. عندنا حبه ضربناها مليح في لاباط، راح نديروا شويه الباقي راح ندهنوا بها باش تتحمر ما شاء الله. هذاك السكر والخميره باش يتفاعلوا له نحطوهم هما الاولانيين ونضيفوا عليهم الكميه تاع الماء. راح نزيد عليهم ملعقه تاع الفرينه كيما راكم تشوفوا الحباب. نجيبوا الفوي تاعنا وندخلوهم مليح، يعني ما تميلونجا نخليها تروبوزي حوالي 5 دقائق نعاود نولي لكم. واش راح نديروا؟ نضيفوا هذوك الزوج ملاعق تاع الزيت كيما راكم تشوفوا الحباب. بالنسبه للبيض تاعنا نديروا هكذا كميه قليله، يعني الربع تاع الحبه تاع البيض هكذا راح تكون كافيه عفوا. وزيدوا هنايا الكميه تاع الفرينه كيما راكم تشوفوا. نحطوا كامل الكميه قلنا 250 غرام. هذيك الخمس غرامات تاع الملح راح نطمو لاباط تاعنا، يعني راح تنطم بكل سهوله. المقادير راها مضبوطه، لاباط تاعكم تجي هايله الحباب. بعد ما نطمو لاباط تاعنا يعني المقادير راح تكون مضبوطه، لاباط تاعنا تجي طريه ما شاء الله. دوك انا واش راح نديرو؟ نغطوها نخلوها تروبوزي ونعاود نولي لك. خليناها روبوزات شويه لاباط تاعنا ترتاح. دوك انا واش راح نديرو؟ راح نجو نحبطوها في البلون طرافاي تاعنا. نحطوا العجين هنا الحباب، راح نقسموها على 4. يعني الوزن تاع الوحده راح تكون حوالي 100 غرام. نشعلوا الميزان تاعنا قسموه هنا هكذا زوج. يعني لاباط تاعنا راح تجي طريه وما شاء الله. بعد ما توزنوا نجو ديريكت نبوليو العجين تاعنا. يعني العجين تاعنا راهو طري وممطون وما يلصقش. نبوليوه مليح كيما راكم تشوفوا الحباب هكذا. الكريات تاعنا راح يجوا ما شاء الله. نبوليو العجين تاعنا يعني يتزير بيان. دوك انا واش راح نديرو؟ نعاودو نخلوه يرتاح باش في الفتح تاع الحلال راح يتفتح بكل سهوله. العجين قد ما يروبوز قد ما يعطيكم النتيجه تكون مليحه. طولوا الخطوات تاع الناجح. نغطوه يرتاح. راح نجو نحضروا لافارس تاعنا. قلنا بالنسبه لافارس انا راح نستعمل فيونداشي، وانتم ديروا واش كان متوفر عندكم، بولي داند مرقاز هذيك راح تبقى عليكم. درت هنا غير فستوم خفيف الكميه حوالي 150 حتى 200 غرام راح تكون كافيه. ونزيدو نقطعوا معاها شويه تاع البصل هكذا رقيق مفروم. المقله تاعنا راها فوق النار تسخن مليح. يعني البصل تاعنا راح نعاونوا به باش يجي هذاك اللحم معسل. نحطه يتقلب شويه هكذا. وهذيك الكميه تاع الفيونداشي مع هذاك الفص تاع الثوم نحطوها الحباب ونفركتوها مليح. درت كميه تاع الملح غير خفوفه هكذا. قيس الكميه تاع لافيونداشي. قلنا التوابل نديرو فلفل كحل هو فقط، رموا هكذا رشه خفيفه ظريفه تاع فلفل كحل. نطيبوا لافيونداشي تاعنا بيان. ها واجده لافيونداشي تاعنا بعد ما طاب معسل بسم الله ما شاء الله الحباب. بعد ما نشوفوهم روبوزاو شويه دوكا راح نجيبوا شويه فرينه الحلال ونبداو نفتحوا فيهم خفيف. يعني الطريقه راح تكون سهله. فوق البلون طرافي هنا نحطوا شويه تاع الفرينه هكذا، ونجيبوا البوله تاعنا نبسطوها مليح ونفتحوها على شكل دائري سهل معنا. بعد ما نفتحوها هكذا الحبه الاولى نحطوها نزيدو نفتحوا الحبه الثانيه كذا توجور فوق بلون طرافاي تاعنا. هم ليك لاباط تاعنا مفتوحين كامل ما شاء الله. يخدموا في المحلات يعني الطريقه راح تجيهم سهله. نعاودوا نولوا توجور الحبه الاولى هكذا الحباب، يعني نسقموهم ستفوهم ما شاء الله. حاجه واش راح نديرو؟ نجيبو هنا شويه تاع فرماج بلوني طاليو كامل هكذا الحباب خفيف ظريف. يعني قلنا لي سوفلي تاع اليوم
راح يكونوا 3 فروماج كنجيبوا الكومومبير تاعنا، يعني طرونشان نقسموها على زوج طرونشات يكونوا صغار متحوفين ما شاء الله. بعدها راح نجيبوا لافارس تاعنا اللي راح تكون بلا فيوند، باش نحطوا هكذا لافارس. راح نجيبوا لاكرام فريش تاعنا وراح نسيحوها هكذا الحباب، يعني نشمخوا بكميات تكون لاباس عليها. الاخير راح نجيبوا الشيدار تاعنا ونسكرفجوا لهم كامل هكذا شويه شويه كيما راكم تشوفوا. راح نجوا نغلقوهم، يعني الطريقه راح تكون سهله. من هنا بعد ما تحطوا كامل لافارس تاعكم تغلقوا هنا وتزيروا العجين مع العجين، يعني التحتاني مع الفوقاني كيما راكم تشوفوا الحباب، باش عندما يطيبوا يعني ما يتفتحوا ما والو، راح يجوا بكل السهوله. نغلقوهم كامل هكذا الحباب. بعد ما نتحفوهم يعني زيروهم بيا يجوا هكذا متحوفين ما شاء الله. نرفدوهم بكل سهوله، راح نحطوهم كامل في سنيوه ونعاود نولي لكم. هم كامل كما راكم تشوفوا جاو شبان ما شاء الله. دوكا هذاك البيض اللي تبقى لنا واش راح نديرو؟ نضربوه مليح ندهنوهم كامل باش يعطونا احمرار يكون اشباب. بالنسبه للفور تاعكم شعلوه خلوه يسخن حوالي نصف ساعه، طريقه سهله ويجوكم ما شاء الله. نكملهم كامل ونعاود نولي لكم. بعد ما نكملهم يعني راهم ما شاء الله. الناس اللي تحب دير التزيين من الفوق لكم الاختيار، سانوج جلجلان تقدروا ديروا هكذا حبيبه تاع الزيتون، هذيك راح تبقى عليكم. المهم انا ندخلهم كيما راهم ياخذوا احمرار شباب ونشوفوهم في النتيجه النهائيه. بعد ما خرجوا سخونين من الفرن شوفوا كيفاش جاو ما شاء الله. نحطوهم دوكا واش راح نديروا؟ نرفدوا الحبيبات تاعنا شوف كيفاش يجوا متحوفين بالبيع، حميمرين على الجهه التحتانيه والجهه الفوقانيه نحطهم في اصيات ونجو نقسموهم كيف في النتيجه النهائيه. اللي تاعنا تاع المحلات ولا تاع لي بيتزيرا راهم واجدين 100 غرام. شوفوا شحال يجوا متحوفين ما شاء الله. هذا اللي كنت قسمته لكم في بدايه الفيديو، يعني شوفوا لا فرص حاجه جاي شابه، فكره تاع 3 فروماج صوص بلونش ما شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم وكانت خفيفه ظريفه عليكم. السوفلي دوكا بدا يبرد، نجو نقسموه هكذا باليد. شوفوا كيفاش يجي مفرمج لداخل ومعسل. ما عندي اما نقول لك الوصفه تاع اليوم راح ديروا بها حاله مع البروده وسوفلي سخون ما شاء الله. ديروا لنا لي جام وبقاو على خير. خوكم دحمانوس يقول لكم تهلاو في روحتكم. السلام الحباب.